جايز، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله اموركم تمام، ان شاء الله لازم تكون تمام، لانه فيديو اليوم يستدعي الكثير من التركيز معي. فيديو اليوم عبارة عن ما حقول انتقاد، بس حقول انه تعليق على اللي عم نشوفه عم يصير، لانه انا الصراحة مثلكم راسي وجعني وبدي اعرف شو عم يصير بالكواليس. بعرف انه نحن كمتابعين ما عم نشوف كل شي عم يصير ورا الكواليس وما بنعرف شو ما عم يصير برا الكواليس، بس عبالي اني ناقش معكم الجدل يلي عم شوفه طالع بالاكسبلور وين ما بروح على السوشيال ميديا. فيديو اليوم عبارة عن تعليقات بخصوص الجدال يلي صار ما بين بيسان اسماعيل ومس دعاء. انه شو صاير بدنا نعرف. فاذا عجبتكم الفكرة تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب لانه على 1,000,000 مشترك حاعمل حفلة مخيفة لكل المتابعين. هيني خبرتكم، وحشيك اذا متابعتني من زمان ولا لا، هذا الشيء بيلعب دور ماي لاف. فاسرعي واضغطي على زر السبسكرايب، وما تنسوا انكم تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي كلهم تحت اسم مس محاسن. وقبل ما اطول الانترو خلونا نبلش الفيديو. انا شخصيا كل ما بكون على التيك توك اللي هو مس محاسن عم برجع اذكركم، عم ذكركم. المهم عم يطلع لي الجدل اللي عم يصير ما بين بيسان ودعاء، انه شو صاير بيناتهم. عن جد بدنا نعرف. اول شيء نحن كنا عرفناهم انهم بيستيز، انهم بيست فريندز، ودائما عم يشوفوا مع بعض ودائما عم يغنوا مع بعض، وعن جد كنا حابينهم اثنيناتهم، كانوا عم يعملوا اجواء كتير حلوه وكتير بوزيتيف. بين ليله وضحاها بطلنا نشوفهم مع بعض، يعني هي صارت لحال وهي لحال، ما عم نشوفهم حتى عم يختلطوا بايفنتس او بمحلات او whatsoever. بعدين دعاء نزلت غنيتها يلي عملنا عليها الرياكشن قبل، وكتير عم نشوف محمود كتير عم يكون مع دعاء. طبعا نحن ما عم نعرف هل هن كانوا كتير رفقة قبل، هل هن كانوا رفقة قبل ما تعرفوا بيسان على محمود، يعني ما تعرفون على بعض، هل هن اوريدي كانوا رفقة ولا هن صاروا رفقة بعد انفصال بيسان ومحمود. انا هذا الشيء ما بعرف صراحة، ما بعرف الكواليس. قلت لكم ما عندي كواليس، اذا عندكم كواليس اكتبوا لنا بالكومنتس. فرجيكم هون كذا فيديو طلع لي بالاكسبلور. اصلا الفيديو على البيج تبع محمود انه هو ومس دعاء على اغنيته الجديدة، وخصيصا على البارت تبع تسير القافلة خلوا الكلاب تعوي. هل لازم نفهم شي من هيدا المقطع، ولا هن ما قصدون شي، ولا هن قصدون، ولا ما قصدون شي، ولا قصدون؟ ما ندري. قلت لكم في خبايا بالموضوع نحن ما بنعرف، حتى ما بنعرف ليش هن بطلوا يكونوا رفقة. ففي اشي عم تصير. حتى عم نشوف كمان دعاء مع اختها، كاتبين هون بالفيديو انه دعاء تقصد بيسان بهاللقطة. الأغنية توجع صح لكن أكيد تقوي، لا للكآبة السعادة هي جوي، ومن النهاردة حتى يفت عليها اكس، تسير القافلة سيبوا الكلاب تعوي. نفس المقطع كتير عم ينتشر، خصوصا هيدا تسير القافلة خلوا الكلاب تعوي. ليه عم يتردد هيدا المقطع بالذات؟ وكل الاكسبلور عم تكتب انه دعاء تقصد بيسان، ما ندري. كمان فيديو منتشر لمحمود مع وكاتبين بالكابشن من لما تركوا محمود وبيسان مس دعاء ما عم تفارق محمود، وكأنها بتجاكر في بيسان وبتقولها أنا أخذته منك. شو هالحركة البكمية؟ في كومنت بيقول إنهم أصدقاء قبل ما تعرفوا على بيسان، يعني كانت دعاء ومحمود رفقة. وحدة كاتبة احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. ما عم نعرف طبيعة العلاقة، هل هي صداقة، هل هن كانوا بيعرفوا بعض قبل، هل هن يعني كتير صداقتهم متينة وقوية انه حتى لما ترك هو وخطيبته لساته رفقة مع رفيقتها اللي كانت رفيقتها. يا دوامة متيهة هي. وهون مس دعاء كانت حاطة كابتشر على I think الانستغرام، كاتبة فيه بالنسبة لي كان مجرد عيد ميلاد ولقاء أختي بعد 2 سنين، بالنسبة لهم كانت ضربة قاضية. ما بعرف
هون دعاء ومحمود عم يقول انه عم يعرفوا بعض من زمان، وهي كانت تعرفه يعني لما كان عن جد ولد كتير صغير. فخلونا نشوف الفيديو مع بعض. بعضنا ربيت علي ما بيعرف دعاء من متى بنعرف بعضنا؟ احكيها. زمان من 5 سنين يا جماعه. من لما كان فسفوس. بس أنت طويل. طويل القائمه يعني. انا كنت اطول منك، كنت كذا وبسوي لك كذا وبسوي لك كذا. هون عم نفهم انه هن رفقة من زمان، من لما محمود كان ولد صغير، فيعني عن جد من زمان. فهل لازم ناخد هاي كأنه اتس اوكي انها تكون رفيقة مع الاكس خطيب تبع الاكس رفيقتها؟ ما بعرف، انا شخصيا كمحاسن ما بعملها. ما بعرف، قلت لكم طبيعة علاقتهم غير مفهومة يعني، وبيبينوا كأنهم عن جد رفقة كتير قويين مع بعض. في هون فيديو لبيسان على اخر غنيتها عم تغني مقطع، وعم يقولوا الناس انه عم تحكي عن عن دعاء وعن محمود. يابا يا صاحب حزنت ماله نامان، يا زود بجافوك بالليالي وضحاهم، يا ما راهنت عليهم وخسرت الرهان، لكن أصالة معدن بيسان تسواهم. قالت انه راهنت عليهم وخسرت الرهان، وقالت انه بيسان تسواهن. هل نفهم من الحكي انه هذا رد على المقطع تبع مس دعاء، ولا مس دعاء رد بهذاك المقطع على هذا المقطع تبع بيسان؟ دخت. بس اللي انا ما فهمته يعني اوكي انه انتوا بطلتوا رفقة مع بعض، بطلتوا بيستيز، هل كان الداعي كان ضروري انه تصوري مع محمود؟ انا هالخطوة هي ما كتير حبيتها، ما كتير فضلتها. وبنرجع وبنقول يمكن هني رفقة قبل، هني كتير رفقة مع بعض، فكان موجود مع حتى لما كانت بالام بي سي صباح الخير يا عرب اي ثينك، برنامج بالام بي سي هو كمان كان موجود. هل هو صديق عم يشجع رفيقته، او لازم نفهم شي تاني؟ ما عم نقدر نفهم، لانه العلاقة لما كانوا هن بستيز كنا كتير نشوفهم مع بعض وكتير بنسمعهم، بطلوا بستيز مع بعض بطلنا نفهم شو عم يصير. فينا بقى نحط النقاط مع بعض، عرفتوا؟ فنحن في حالة ضياع اجيت قوية انا شخصيا. فبدي اياكم تكتبوا لي بالكومنتس انتوا شو رايكم بهالشي اللي عم يصير، ومين بتأيدوا بالشي اللي عم يصير، وهل انتوا بتشوفوا انه اذا رفيقتين بطلوا يحكوا مع بعض عادي، فخلص كل وحده عندها حياتها، وحتى يعني فيها تحكي مع الاكس خطيب تبع الاكس رفيقتها؟ هل بتشوفوا انه هذا الشيء عادي، او بتضلكم تقولوا انه يمكن نفضل انه ما تعمل هيك شيء وحتى هو كمان يعني انت بالنهايه كانت بين رفيقتين، يعني نحن تعودنا عليهم مع بعض، تعودنا على بيسو ودعاء، ففجأة بطلوا مع بعض وصرنا نشوف محمود بالنص. يعني في شيء I don't know غير مريح بالموضوع. في كمان اللي بيحسوا انه بيسو بتقصد دعاء، لان الاغنية بالمغربي تبع علاش تروح وتخليني بدال الدم اللي فيني، ليش تروح وتخليني؟ هل عم تحكي عن دعاء ولا عم تحكي عن محمود، او عم تحكي عنه اثنيناتهم؟ ما ندري. بس انا من وجهة نظري بقول انه خلاص هني قرروا انه ما بقى نشوفهم مع بعض، وقرروا انه يبطلوا بست فريندز عن جد، يعني فجأة بدون اسباب، بدون ما يقولوا لنا شو صار، بدون ما نعرف نحن كمتابعينهم شو صاير بيناتهم. فلازم نحترم هذا الشيء، ولو هن ناس مشاهير وكانت حياتهم معنا برايفت غير خصوصي، فهنا كنا نشوف كل شيء. فجأة بطلنا نعرف شو عم يصير بلا حتى نفهم شو الموضوع. انا بقول خلاص خلوني يعملوا اللي بدهم اياه، بالنهايه هن حرين، يعني اذا كان بدهم يحكوا لنا شو صار كانوا يحكوا لنا، بعتقد ما كان شيء صعب. محمود ما عم بعرف كتير صراحه وضعه من الموضوع، بس هن عم يقولوا انه صار لهم رفقه من لما محمود كان ولد صغير، فمن هون نفهم انه هن بيستيز قبل ما محمود يعرف بيسان. فهل لازم نقول انه خلص اتس اوكي يعني يا شباب؟ فهل وضع محمود عادي، وهل لازم انه خلص نشوف الموضوع مثل ما هني عم يشوفوا which is عادي؟ انا من وجهة نظري يعني بلشت اشوف ان الموضوع عادي قد ما عم نشوفه كتير. نحنا ما حنعرف 100% شو عم يصير بيناتهم الا
هلا اذا حدا منهم طلع وقال شو القصة، بدي رأيكم بالكومنت، اكتبوا لي رأيكم، هل انتو مع او ضد اللي عم يصير، وشو رأيكم كمان بالموضوع. وبس والله هذا اللي حقوله بفيديو اليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم ما تنسوا سبسكرايب. يس ضغطي على زر السبسكرايب، عم شوفك عم تبرمي سبسكرايب قدامك. قولوا لي شو بدكم تشوفوا بالنكست فيديو. انا بحبكم كتير واكيد بشوفكم بالنكست فيديو. باي جايز.